عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وأعزائي متابعين قناة خبر في الجون، معاكم فقرة جديدة لسه أولها في الفيديو ده، وهي خبر على الماشي. خبر على الماشي هنقول فيها أخبار خفيفة جدا جدا تهمك وتهم كل جمهور الأهلي وكل جمهور الكرة كمان. وأول خبر معانا في خبر على الماشي، كشف مصدر من بيراميدز عن تلقي النادي لثلاث عروض أوروبية للتعاقد مع إبراهيم عادل خلال الفترة الماضية. وقال المصدر: تلقينا ثلاث عروض رسمية وعرضين شفهيين للتعاقد مع إبراهيم عادل خلال الأيام الماضية. والعروض الرسمية دي كانت من أندرلخت ونودرشلاند وأحد الفرق التركية. وتابع كمان العروض استفسرت عن نية بيراميدز من بيع اللاعب والطلبات المالية، وحددنا سعر 5 مليون يورو للموافقة على رحيل إبراهيم عادل. وكان إبراهيم عادل قد شارك في منتخب مصر في الحصول على المركز الثاني بكأس الأمم الإفريقية تحت 23، وحصل عادل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، وخلالها توج بجائزة رجل المباراة 3 مرات، وحصد لقب أفضل لاعب بدور المجموعات. ويلعب إبراهيم عادل مع الفريق الأول بيراميدز منذ عام 2019، وخلال الموسم الحالي شارك عادل مع بيراميدز في 28 مباراة، وخلالهم سجل 4 أهداف. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو انت أول مرة تشوفها، وتضغط زر اللايك علشان يوصلك منا كل جديد ودعما منك للقناة.